تركيز خاطئ من كتاب أرح قلبي المضطرب للكاتبة ليندا ديلو. كنت طفلا لكن النضوج هو ما أردته حيث الحرية والاحترام. كنت في 20 لكن عمر 30 هو ما أردته حيث أكون ناضج وخبير بأمور الدنيا. كنت في منتصف العمر لكن عمر 20 هو ما أردته حيث الروح الشابة والحرة. كنت متقاعد لكن منتصف العمر هو ما أردته حيث حضور البديهة لا يحدها شيء. شرفت حياتي على نهايتها لكنني لم أحصل أبدا على ما أردته. بدأت الكاتبة بسؤال: هل حسيتي إنك بتعاني من قصر النظر مش عارفة سبب وجودك في الحياة؟ ولا لفين رايحة حياتك؟ كأنك سفينة من غير دفة بتحركها الموج. بتعيشي من غير تخطيط ويمكن في حالة انتظار عمل مناسب، انتظار رجل مناسب، أو انتظار طفل. طول الوقت بتتمني تعيشي وقت مختلف عن اللي بتعيشي فيه. يمكن بقيتي بتجري طول الوقت عشان تحققي برنامج أولادك وزوجك وشغلك ومخاوفك ومشاكلك للدرجة إنك فقدتي فيها القدرة على رؤية الصورة الأكبر، ونسيتي إنت مين وإنك هنا لسبب. اتوقفتي عن التفكير في اللي بتعمليه، والأسوأ إنك بطلتي تصلي لأجله. ده عكس الصورة اللي خلقنا عليها ربنا. قال بولس في أفسس 5:15-17: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. وبتوضح الكاتبة إننا كنساء لازم نعرف معنى الحياة وهدفها، وإن الأشياء الأهم ما ينفعش تكون أبدا تحت رحمة الأشياء الأقل أهمية. وإذا ما اخترناش الهدف اللي بنعيش لأجله، هنعيش الحياة اللي بننجز تعليمات بتفرضها علينا الأسرة وجداول أعمال أشخاص آخرين وضغوطات الأحوال والظروف، وده التركيز الخاطئ. وقالت الكاتبة إننا لازم نصحح تركيزنا الخاطئ بإننا نعرف الهدف اللي بنسعى ليه، ونحدد اللي بنؤمن بيه والفين عايزة أكون. إذا كنتي بنت للرب، صلي وقولي: يا رب، أنا بحط بين إيدك كل خططي وأهدافي وكل آمالي ورغباتي، وبقبل من إيدك اللي أنت عايزه لحياتي. أنا بهبك ذاتي وحياتي وكل كياني لأكون ملكي ليك للأبد. لما هتشوفي حياتك من وجهة نظر الأبدية، هتدركي إن الأبدية مش بتبدأ عند الموت، لكن الأبدية بدأت. فيا ترى إيه الصورة اللي عايزة تكوني عليها وإنت بتمشي في اتجاه الأبدية؟ وإيه الهدف اللي عايزة تكوني بتحققيه؟ وإنت بتسعي لتحقيق هدف حياتك، هتظهر مشكلة إنك في وسط دوامة الحياة مش هتلاقي وقت للتفكير في طريقة حياتك، وممكن تفقدي تركيزك على هدفك. فمتطلبات الحياة يوم بيوم بتضعف تركيزنا وبتخلينا نبعد عن الطريق لتحقيق الهدف. إيه الحل؟ الحل إنك تقفي وتقضي وقت مع الله في الصلاة وقراية الكتاب، وإنك تسأليه في كل يوم: إيه اللي عايزني أعمله النهاردة؟ الوقت الهادي ده بيقدر يعيد تركيزك تاني على الهدف، وهتسمعي صوت ربنا بيحررك خلال اليوم باللي على قلبه ليكي. ووضحت الكاتبة أمثلة لنساء قرروا يعيشوا يحققوا هدف الله لحياتهم. فيهم اللي قررت إنها تعرف الله أكتر معرفة عميقة، وتدرك وتفهم روعة شخصه بشكل أقوى وأكتر وضوح. وفيهم اللي اختارت إنها تكون مؤثرة وتورث إيمانها الحقيقي بالله لأولادها وأحفادها. وفيهم اللي اختارت تكون مشابهة ليسوع، صورة ليه على الأرض، وكل اللي يتعامل معاها يشوف فيها يسوع. وقالت الكاتبة بعد ما سمعتي أمثلة عن أهداف للحياة إداها الله لنساء مختلفة: خدي وقت في الصلاة، وامسكي ورقة وقلم واسألي الله إنه يعلن ليكي هدف حياتك. واسألي نفسك: إيه اللي عايزة تكوني عليه بعد 10 سنين؟ فكري في جملة أو آية بتوصف اللي بتؤمني بيه بخصوص الله وخطته اللي رسمها ليكي، وافتكري إن اللي هتكتبيه هو بداية الطريق اللي هتكتشفي فيه مع ربنا كل يوم صورة أوضح لهدف حياتك. الفكرة خلصت، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تشتريه وتقريه، وأكيد هتستفادي أكتر. ربنا معاكي.